كورة في منتهى الخطورة، وحسن يقدر وادي ترتد مرة تانية، والمتابعة وجول، المتابعة وجول عملها سامح العيدروسي. بقول لحضراتكم فريق الانتاج الحربي ولد كبيرا، ودي كورة من اول هجمة منظمة لفريق الانتاج الحربي. حسن موسى يستلم وصبر وتيل على الكرة ويحطها ترتد من العارضة، وتجد المتابع سامح العيدروسي علشان يكمل الهجمة التكملة النموذجية ويضع الهدف الأول مشاهدينا الكرام، ويتقدم الإنتاج بهدف مقابل لا شيء. وقف خط ظهر النادي الأهلي على التسلل، ولكن تابع حسن موسى وأكمل سامح العيدروسي، ويتقدم الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء. هدف على عكس كل السيناريوهات والتوقعات، وسامح العيدروسي في الدقيقة 15 بيدرك التعادل، وهذه تسديدة قوية جدا، ولكن مصطفى كمال بيتألق. هدف هيفتح هذا اللقاء على مصراعيه تماما، خصوصا عبد الفضيل يلعب كورة والهات وخط حلوة ويقدر الجول، ولكن فين وجول؟ جول عملها فضل. سيناريو مكرر من الجملة الثلاثية، والمرة دي أبو تريكة بيرد الجميل لفضل بعد كورة والتمريرة من بتروجيت حطها أبو تريكة يرد الجميل بالكربون لمحمد فضل. المرة دي شريف عبد الفضيل هو اللي بدأها، وأبو تريكة مررها، وفضل على طول بيحطها في شباك الإنتاج الحربي مشاهدينا الكرام علشان تتعدل النتيجة ويصبح التعادل الإيجابي 1-1. محمد فضل بيضاعف أهدافه مشاهدينا الكرام في بطولة كاس مصر، ويصل إلى الهدف الرابع ليه في هذه البطولة، ويعادل النتيجة مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي. ولا زال التعادل الإيجابي قائم. ادي الركنية على القائم الأول، وفضل بيلمس جول عملها فضل ويحرز الثنائية بعد كرة رأسية لا تصد ولا ترد من على القائم الأول. يضع النادي الأهلي في المقدمة بعد ما تقدم بهدف ثاني على فريق الإنتاج الحربي، وتصبح النتيجة 2 الأهلي 1 الإنتاج الحربي. فرحة كبيرة وسعادة في مدرجات المارد الأحمر النادي الأهلي، وادي الرأسية وادي الدربكة واللخبطة ما بين جمعة مشهور والحارس مصطفى كمال اللي ملقاش الكرة إلا وهي في شباك مرماها علشان يتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في توقيت أكثر من رائع. يهدي النادي الأهلي هدف التقدم في هذا اللقاء. كرة أمامية بيطير على طول أحمد السيد ويطلعها، لكن اللقاء لازال داخل